كلام كتير، خلينا نخش في الموضوع على طول علشان الواحد زهق، الواحد قرف، الواحد بقى عنده حموضه من القرف اللي المنتخب بيعمله ومن الاداء الهزل اللي اللعيبه بتلعبها في الملعب. حاجه بقت قمه في العبث، حاجه بقت قمه في القرف، حاجه بقت قمه في الجنان. الواحد بقى بيتفرج على الماتش وهو مجنون يا جدعان. اقسم بالله العظيم الواحد بيتفرج على الماتش وهو هيتجنن. يعني هل ده المنتخب بتاع مصر؟ هل ده المنتخب اللي المفروض ان هو عمل فترة اعداد كويسة مع ناس كتير، مع منتخبات كتيرة، ماتشات ودية كتيرة؟ هل هو ده المنتخب بتاع مصر؟ هل هو ده المنتخب اللي شفناه في الماتشات الودية؟ هل هو ده المنتخب اللي قالك لا انا هريح اللعيبة بتاعتي ومش هنروح كاس العرب علشان خاطر ما اعملش انهاك بدني للعيبة بتاعتي في كاس العرب؟ هل هو ده المنتخب اللي المفروض جايبين له حسام حسن ان هو يدرب المنتخب؟ هل هو ده حسام حسن اللي يستحق ان هو يدرب منتخب بقيمة تيشيرت وبقيمة اسم وبقيمة تاريخية لمنتخب زي مصر؟ يعني هل هو ده المفروض ان هو ده منتخب يستاهل كل اللي بيحصل له؟ يعني انا لو قعدت اقول هل من هنا للسنة الجاية محدش هيرد عليا. لو قعدت اقول هل من هنا لاخر السنة مفيش حد هيرد عليا. ليه؟ لان كله مش عارف. كل اللي بيتفرجوا اعلاميين وصحفيين ونقاد ومشجعين واللي مسؤولين شخصيا ما يعرفوش ان هو ده اللي بيحصل ازاي. يعني هو ده اللي مصر تستحقه انها تنهيه في كأس الامم الافريقية؟ ده احنا رضينا بالمركز الثالث والمركز الثالث ما رضاش بينا. يعني احنا رضينا ان احنا ناخد مركز ثالث، لكن المركز الثالث ما رضاش بينا. ما رضاش بينا عشان عوامل كتير جدا. ما رضاش بينا علشان حاجات احنا ما عملناهاش اساسا. يعني هناخد المركز الثالث بناء على ايه؟ ما لعبناش كويس من اول البطوله، 3 ماتشات في دور المجموعات لعبناهم عك في عك وكاسبين بالعافيه، وبتضلين ان احنا طالعين من المركز الاول علشان الفرق اللي معانا او المنتخبات اللي معانا كانت تعبانه. لعبنا كوتوفوار وكنا بندافع ب9-1 وكوتوفوار كانت فاتحه الملعب وفتحت لك ان انت تلعب على هجمه مرتده وكسبتها بدعاء المصريين مش بالاداء لان كانت اللعيبه عك في عك. لعبنا السنغال وداست على وشنا. داست على وشنا ايه؟ ده كانوا جايبين مكوى وكانوا حاطين اللعيبه والمنتخب بتاعنا ورايحين جايين عليه. يعني احنا في ماتشات السنغال احنا ما شفناش اي حاجه من اللي كانوا في الملعب يستحق ان هم يمثلوا تيشيرت منتخب مصر. طب يا عم بلاش السنغال، حصل اللي حصل والسنغال كعبها علينا وكانت اللعيبه نازله خايفه والمدرب كان بيدافع. قلنا هننزل ماتش نيجيريا، ونيجيريا انت كاسبها في الود اهو. يعني انت كاسب نيجيريا في الود دي والناس طلعت السما ان مصر كسبت نيجيريا وقد ايه حسام حسن مدرب عبقري وقد ايه محمد صلاح لاعب عالمي وقد ايه مرموش مفيش زيه وقد ايه واللاعيبه اتمجدت عشان كسبت نيجيريا ودي قبل كاس الامم الافريقيه وكله قال مبروك. مصر هتخش تدغدغ الدنيا بقى. ده انت كسبت نيجيريا. ده انت كسبت نيجيريا يا راجل. ده انت كاسب نيجيريا في عز ما انت محمد الشناوي كان عمال يلبسك في جوان وكانت دايره عك في عك. يعني انت كسبت نيجيريا ساعه لما انت كنت الحارس بتاعك عمال يلبسك باهداف وطلعات غلط وحاجات مصايب بتحصل والناس كانت فخوره يا جدع. الناس كانت مبسوطه. الناس كانت بص هتطلع من الشاشه ان احنا كسبنا نيجيريا ماتش ودي وقالوا هناكل الملعب في كاس الامم الافريقيه. وحصل اللي حصل من الاداء الخرا اللي شفناه. وجينا لعبنا بقى ايه؟ يعني الناس اللي كانت مفخوره بماتش نيجيريا جينا لعبنا نيجيريا على الثالث والرابع وكانت الناس زعلانه ان مصر هتاخد الثالث. يعني مصر بعد ده كله هتاخد الثالث؟ بعد كل اللي حصل ده مصر في الاخر، مصر بقيمه مصر وتاريخ مصر وبطولات مصر والقيمه الكبيره اللي مصر حطاها في اي ماتش تلعبه هناخد الثالث؟ قلنا يا عمي حصل خير. قلنا يا عمي معلش خلينا ناخد الثالث. يعني مش هيجرى حاجه لو خدنا الثالث، مش هنرجع بايدينا فاضيه للناس. الناس اللي دفعت دم قلبها، الناس اللي سابت شغلها، الناس اللي كانت بتشجع من قلبها، الناس اللي صرفوا علينا عشان يوصلونا هنا، الناس اللي سافرت ورانا من ناس حقيقيين مش بتوع اعلام ولا صحافه ولا بتوع صانع محتوى وكل واحد بقى عنده داعم يروح يوديه اللي على كلير اللي مش عارف ايه ويطلع يصرف ويروح يوديه. مش الناس دي طبعا. الناس اللي كانت طالعه تشجع بقلبها نجيب لهم مركز ثالث، نخليهم يكونوا فرحانين ان مصر جابت لها مركز ثالث هو اللي حاجه. انما ابدا. ازاي احنا نجيب لهم مركز ثالث ونفرحهم
ونخليهم يحسوا ان منتخبهم عمل حاجه كويسه. ازاي ان ده يحصل اصلا؟ هل انتوا عايزيننا ان احنا نكسب مركز ثالث؟ لا 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 لا، ده مش مستوى اللعيبه بتاعتنا. احنا لعيبتنا بشوات، ان احنا لعيبتنا يا عيني. انا هنزل اجري في الملعب واعمل ثرو، ولا اعمل باص، ولا اعمل سبرنت علشان اخد مركز تالت؟ لا 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 لا، مش مستوايا يا عم. انا مستواي احسن من كده. انا مستواي العب على الاول والتاني. طب انت ما لعبتش على الاول والتاني ليه؟ هتسمع صوت صرصور الحقل. ما لعبتش على الاول والتاني ليه؟ لما انت بجبروتك، بجمدانك، بلعبتك العالميه، بمحترفينك، بتقول انا مش قادر ان انا اعمل اي حاجه في الملعب. ومش لازم ان انت تقول او ان هو يكون قلب الفعل. كلنا شفنا النهارده اللعيبه اللي كانت بتجري تتمشى، اللعيبه اللي تاني ماتش على التوالي محمد صلاح يطلع باقل تقييم من لعيبه المنتخب، وهو محترف، والمحترف بتاعنا، واللي ياما هنا وياما هناك، وفخر العرب. اقسم بالله ما ينفع فخر شبرا النمل، والله ما ينفع فخر البلد اللي انا فيها، ولا ينفع فخر طنطا، ولا اي حاجه، ولا نجريك بقى والكلام ده كله، واخروا فخر مركز الشباب. يا جدع ده حتى في الليفر ركنوه. يعني هو مستواه بقى دون المستوى، بقى ما وصلش. يعني في لعيبه توصل لمستوى ان انت تقدر تقيمها، وفي لعيبه هي ما ينفعش انها تعدي على بتاع التقييم. ليه؟ لان هي لو عدت على بتاع التقييم انت بتظلم بتاع التقييم. بتاع التقييم نفسه انت بتظلمه، معاك ان انت مخليه يقيم لعيب عالة، لعيب معتوه، لعيب لا يمس لكرة القدم بشيء، لا يمس بكرة القدم بشيء. لعيب ما ينفعش ان هو نقول عليه لعيب من الاساس. لعيب كده اللي هو ايه ده؟ انت بتلعب في الليفر، انت لعبت، انا مش هدخلك في التقييم علشان انت خرا، انت دون المستوى. في لعيبه كده، اللعيبه دي اللي هي بتقال عليها الكلام ده كله ما ينفعش انها تعدي على بتاع التقييم. منهم كابتن الكبير العالمي فخر العرب، اللي بيتريق على المحليين بتوع بلاده، اللي يقول لك اصل منتخب مصر مش مرشح ان هو يكسب كاس الافريقيه علشان احنا عندنا كل اللي بيلعبوا محليين. طب تاخد الصدمه بقى التقيله، تاخد الصدمه عزيزي المشاهد، ان كل اللي لعبوا في مصر في البطوله دي طول البطوله كلها باداء رجولي وباداء جامد هما لعيبه محليين. والله هما اللاعيبه المحليين، هما اللاعيبه المحليين. اقول لك اسامي؟ يعني انت لو عايز الاسامي انا ممكن اقول لك: مروان عطيه، امام عاشور، ياسر ابراهيم، حسام عبد المجيد، محمد اسماعيل، محمد الشناوي، بس ده لعب ماتش حلو بس والباقي وحش. مصطفى شوبير النهارده كان مبدع. كلهم لعيبه محليين. نيجي بقى للبشوات اللي محترفين وبياخدوا بالدولار، بتصرف عليهم احسن فلوس من الانديه بتاعتهم، بياكلوا احسن اكل، بياكلوا اكل مدروس، بيناموا احسن نوم، لابسين احسن لبس، راكبين احلى عربيات. لو قعدت من هنا للسنه الجايه يقول عليهم معاهم كل مميزات اللاعب، معاهم كل مميزات كرة القدم. اي مميزات تيجي في دماغك بتاعت لعيب كرة قدم مع المحترفين بتوعنا: مصطفى محمد، عمر مرموش، محمد صلاح. التلاتة، التلاتة اقسم بعز جلالة الله معاهم مميزات تخلي لك اي لاعب كرة قدم يطلع نار من ودانه ومن بقه. ما بيعرفش يلعب هيبدع، ما فيش هيلعب. النهارده شفنا محمد صلاح اقسم بالله بيجري في الملعب. يا جدعان ايه ده يا جدعان؟ ايه ده يا جدعان؟ هو في ايه بجد؟ هو ده محمد صلاح؟ يعني احنا كنا بنقول ان هو في الليفر كان مبدع وبيجي في المنتخب يبقى مكسح. بسم الله ما شاء الله على محمد صلاح. محمد صلاح فاق التوقعات بتاعت الناس. كل بتوع الرياضه كلهم خلاهم يضربوا اخماس باسداس. اللي هو يا جدعان لا مش الدرجات دي يا جدعان، محمد صلاح وحش بس ايه ده. الناس كلها مستغربه. الناس اللي كانت بتقول على محمد صلاح وحش بقت مستغربه محمد صلاح شخصيا. انا بقول وحش بس مش للدرجه دي. يعني انت وحش بس مش للدرجه دي. لما محمد صلاح بيتمشى في الملعب، محمد صلاح بيتمشى في الملعب، محمد صلاح ما بيلعبش كوره. محمد صلاح جاله كام كوره كان عك في عك. اقسم بعز جلاله الله لو لعيب ما يعرف اساسيات كوره هيلعبها احسن من محمد صلاح. لما كوره انت تقدر ان انت تودي مرموش او تودي مصطفى محمد بانفراد وتلعبها بجسم اللاعب، انت اصلا برافا، انت باصيتها ما انتش قادر ان انت توصلها للمهاجم بتاعك ان هو يروح بانفراد. كرة تانية مش قادر تضغط، كرة تالتة مش قادر تجري، كرة بتتلعب لك انت مش هاين عليك. بص، يعني انت مش هاين عليك تجري على الكورة دي حاجة،
انما اي لعيب هيتكبر على الكوره بتدوس على وشه، معروفه. اللي هيدي للكوره وهيتعب للكوره هتديله، اللي هيسعى لحلمه ربنا هيحققه له، اللي هيجتهد في شغله ربنا هيجازيه خير. انما هتتكبر على الكوره هتنزلك سبع ارض زي ما رفعتك سبع سما. هتتنك على شغلك او هتتنك على شغلك ربنا مش هيبارك لك فيه. هتلعب بتكبر وسط اللعيبه طبعا ما حدش منهم هيقدر يتكلم عشان كلهم عارفين ان لو اتكلموا هتطلعهم، لان انت اللي ماسك المنتخب ومش هيجوا المعسكر تاني. بس انت بتكبر على اللعيبه عملت اللي عليها وانت اللي شلت الليله. انت النجم اللي موصل نفسك ان انت النجم، انت اللي شلت الليله. انما تيجي في الملعب مش قادر تجري وتختمها بختام مسك بقى. ما هو ما ينفعش الاداء ده ما يتختمش بنهايه تليق بكابتن محمد صلاح لما يخش ضربه جزاء يلعبها برعونه وتصد منه. ما هي مش هينفع. مش ما ينفعش انها تتقفل كده. لازم تتقفل قفله تليق بيك. يعني شفت وداد ولا كان اسمها ايه؟ وداد، لا ما كانش اسمها وداد. اسمها ايه اللي كان في جعفر العمدة دي؟ هي الممثله اللي هي من العصر اللي بتقول لك انا ما ينفعش تتقفل قفله غير انها تليق بيا. يعني قفله تليق بيا ان هو تضيع ضربه جزاء. خلاص بقى، ما هو محمد صلاح مش يعني مش العك اللي هو بتاع البطوله ده كله. ما ينفعش ان هو يتنهي كده. مش هتتنهي. اولا مش هينفع انها تتنهي ان انت تاخد بطوله، لان انت ما عملتش حاجه ولا اللعيبه عملت حاجه ولا المنتخب عمل حاجه ولا اي حد مسؤول في مصر عملوا حاجه. كلهم صفر. المنتخب من اصغر واحد لاكبر واحد كلهم صفر. وانا هنا بتكلم بصوت واحد مصري، واحد بيشجع منتخب بلاده. لا بقى اهلاوي ولا زملكاوي ولا اسماعيلي، انا حتى مش لابس لك اي حاجه. انا طالع لك باسود اهوت زي المنتخب اللي لبسه لنا ومشغل لك اللمبه الحمراء علشان خاطر بتاعت المنتخب لون المنتخب. انما بقى ما يجيش واحد يقول انت لجنه ولا انت مش عارف ايه ولا انت ايه. لا يا حبيبي، انا واحد مصري بشجع منتخب مصر. بذم في اي لعيب يلعب بمنتخب مصر او يلعب في منتخب مصر وحش، من اول المسؤول الناس الكبيره لحد اقل واحد جمع كرات في منتخب مصر. لو في اصلا جمع كرات لمنتخب مصر فهو المفروض يكون محمد صلاح. فمن اولهم لاخرهم كلهم صفر، من اداره وتخطيط ولعب ومدرب، كله غلط في غلط. الواحد بقى بيقرف ان هو يتفرج على كوره. اقسم بالله اقسم بالله الواحد بقى بيقرف ان هو يتفرج على كره القدم. الواحد وصل لمرحله ان هو شايف ان كره القدم في مصر بقت دون المستوى. هتخش مع الراجل اللي ما بيقيمش. يعني كرة في مصر انا ما دخلهاش مع الراجل اللي هو مسؤول عن التقييم. هستحقر ان انا اديها له، هقل من نفسي لو اديتها له انها تتقيم. لان كرة القدم في مصر خارج التقييم نهائي، دون المستوى. من ملاعب الواحد قرف من ان الملاعب فاضية، والملاعب في نفس الوقت النجيلة خرا، ملاعب زفت. اللعيبة فقدت اساسيات الكورة. اللعيبه في مصر بقت كلها فاقده اساسيات الكوره، اقسم بالله. واختيارات المدربين لمنتخب مصر بقت غلط. بقى في لعيبه تستحق ان هي تلعب ما عادش بتروح، ولاعيبه ما تستحقش ان هي تلعب بتروح. احمد عيد اللي راح ما اعرفش بيعمل ايه، محمد اسماعيل اللي راح ما بيعرفش بيعمل ايه، مهند رشيد اللي راح وما لعبش. اختيارات غلط يعني. واقول لك ابسط مثال للضحك ان احنا عندنا حسام حسن واخد 4 حراس مع منتخب مصر. 4 حراس لمنتخب مصر. احمد الشناوي ما اعرفش خدوا ليه وهو مش هيلعب. محمد الشناوي، مصطفى شوبير، والرابع مين؟ الرابع ما الزملكاوي ده صبحي الزملكاوي. يعني انت واخد 4 حراس ليه؟ يعني هل الاساس هيتصاب هينزل مكانه البديل؟ البديل لو اتصاب هينزل مكانه التالت. انما مستحيل. يعني هي مش مستحيله، بس يعني صعب ان ال3 حراس عندك يتصابوا عشان تنزل الرابع، الا بقى لو كان مجامله. ما هو انا يعني هي ما حدش جاوبني عليها لحد دلوقتي. هي ليه محمد او حسام حسن واخد؟ انا ما اعرفش اللي راكبه معايا ان مدرب اسمه محمد. ما اعرفش جايه معايا ليه قوي ان مدرب مصر اسمه محمد. بس ما علينا. هل هو حسام حسن واخد 4 حراس مرمى ليه؟ مش دي جريمه يتعاقب عليها؟ يعني هي مش دي المفروض جريمه يتعاقب عليها؟ هل بقى هي كوسه؟
هل هي مصالح؟ ما اعرفش. هل اجباري ان انت لازم تاخد حراس من الاهلي وبيراميدز والزمالك؟ يا عم انا بقول لك ما تاخدش من الاهلي. لو الاهلي هو سبب مشاكل منتخب مصر انا بقول لك ما تاخدش من الاهلي. كده كده عارفين ان محمد الشناوي زفت، بلاشه. مش احتكار اي حارس في النادي الاهلي لازم يكون هو اساسي في المنتخب، سواء بديل او اساسي. مش احتكار علينا. اختياراتك كلها غلط من اول البطوله، ادائك في البطوله غلط، تدريبك للمنتخب غلط في غلط، وجاي مجامله باينه قوي، مجامله باينه قوي. فيعني طبيعي كل الخلاط اللي انا اديته لك ده ما ينفعش لما تخلطه في خلاط، او كل المشاكل والكلام اللي اديته لك ده كله، ان انت لما تخلطه في خلاط يديك نتيجه كويسه. ما تجيش تقول لي ان لما انت هتخلط القصه دي كلها في الخلاط فهتديك نتيجه كويسه. بناء على ايه هتديك نتيجه كويسه؟ انا عاوز حد يجاوب، عاوز حد يقول لي اجابه مناسبه. انت لما تحط المشاكل والمجامله والعك والاداء الهزلي والمحترفين اللي متكبرين على الكوره، كل ده في الخلاط هيديك بطوله افريقيا؟ لا طبعا مش هيديك بطوله افريقيا. والله لو السما طبقت الارض ما هيديك بطوله افريقيا. لو ايه حصل، لو الشعب المصري كله دعا، ما هتديك بطوله افريقيا. ده حتى ما عرفتش ان انت تديك، يعني انت حتى ما عرفتش ان هي تديك مركز تالت. يعني حتى البطوله مش عايزاك كمركز تالت، ونيجيريا تاخد عليك النهارده باستحقاق، باستحقاق. الفريق اللي انت كسبته ودي كسبك وخد منك مركز تالت باستحقاق، عشان ما حدش يقول ان مصر كانت تستحقها. مصر ما تستحقهاش لو من هنا لاخر الشارع. مصر ما تستحقهاش لو طول البطوله عملت ايه. هي خلاص، هي بتاعت ايه؟ نيجيريا. لان نيجيريا لعبت كويس، لعبوا كويس، لعبوا رجاله، جابوا في الجونين وجون اتلغى بسبب فاول وجون تاني اتحسب تسلل. ف يعني هي لعبت كويس معاك جدا، وانت ما عملتش اي حاجه، لا عارف تطلع بالمرتده ولا عارف تهاجم. حتى لما التشكيله بقت مظبوطه وهجوم مصطفى محمد نزل مفيش. شفنا النهارده مصطفى محمد عمل حاجه لو لعيب صغير ما يعملهاش. يعني اكتر كوره عليها علامات استفهام النهارده من هنا للسنه الجايه لحد البطوله ما تتعمل تاني، كوره مصطفى محمد النهارده. لما لعيب يكون رايح بالكوره وعدى وكوره خبطت وهو مكمل عليها وانت في حاله تسلل، ليه تاخد منه الكوره وتشوطها؟ يعني اللعيب بيجري ورايح بوشه للكوره ورايح ناحيه المرمى، ليه انت في حاله تسلل تاخد منه الكوره وتشوطها؟ اولا لا جت ما عرفتش تسددها صح، ثانيا حسب التسلل وغرمت مصر جون كان المفروض هيجي. ادي البي مصطفى محمد اللي مقموص، وكلنا كنا زعلانين وانا كنت زعلان، وكويس ان حسام حسن ما كانش بيلعبه. كلنا كنا زعلانين ان هو ما كانش بيلعب. ادي محمد صلاح، ادي مصطفى محمد المحترف بتاعه. عمر مرموش النهارده برضو يعني شفنا له كام كوره برضو مش احسن حاجه، بس على الاقل بيحاول، يعني لعيب بيحاول. بس شفنا ضربات الجزاء عك. انت عندك النهارده الاتنين محترفين بتوعك في ضربات الجزاء، محمد صلاح دخل ضيع، عمر مرموش دخل ضيع. الاتنين المحترفين اللي دخلوا لعبوا هما اللي جابوا، رامي ربيعه وصابر، وحطوها بمعلمه، حطوها بحركه كويسه جدا المحليين بتوعك. وفي الناحيه التانية مصطفى شوبير شالك، يعني انت بسم الله الرحمن الرحيم مصطفى شوبير اول كوره شالها لك، اللي هو يا عم بيقول لك انزل، انزل، خلصوها اهو، شيلوا معايا. انما ما شاء الله شوبير صد، محمد صلاح ضيع، وبعد كده مرموش، وبعد كده المحليين هم اللي لحقونا، بس كان فات الاوان. فانا الرساله دي عايز اوجهها لكابتن محمد صلاح. انت طلعت قلت في البدايه ان احنا مش هنعرف نكسب علشان خاطر ان احنا معانا محليين. فانا حابب اوجه لك رساله من مكاني هذا وبصوت الشعب المصري كله، ان يا صديقي، يا عزيزي، يا سيد الفاضل محمد صلاح، ان المحليين هم اللي لعبوا بطولة احسن من البطولة اللي انت لعبتها. المحليين هم اللي عملوا بطولة احسن من البطولة اللي انت عملتها. المحليين هم اللي كان عندهم اداء وتقييم احسن من محمد صلاح العالمي، اللي كان طالع يتكلم ويقول لك ويقلل من المحليين والدوري المصري والكلام ده كله. عارفين الدوري المصري فيه بلاوي وفيه مصايب وفيه عك في عك، وان مفيش كوره متخطط لها ولا مدروسه ولا اي حاجه. بس
ما توصلش ان انت تقول تصريح زي ده وكان كله ساكت وطلعوا برروا لك اصل كانش يقصد، اصل بيشيل الضغط، اصل الكلام ده كله. فانا من مكاني هذا حابب اقول لك يا محمد صلاح، خد بعضك وارجع الليفر، اقعد بقى مع ارن سلوت، ان شاء الله يطلعك بره القايمه كلها بقى، انت ولع بقى انت وهو، اطلع بره القايمه بقى خلاص. لكن كده كده يعني ايه، اعتزل. انا بقول لك اهو اعتزل دوليا، علشان يا محمد صلاح انت الفتره اللي جايه انت الناس هتبقى نافره منك في اي فتره تنزل فيها للمنتخب. فنصيحتي ليك، وعايز تاخد بيه هتاخد، انت كده كده مش هتسمع الفيديو اصلا، وفي ناس مش هتوصل للفيديو لحد الاخر. ويا صديقي لو وصلت لحد هنا في الفيديو ما تنساش تنزل تعمل اشتراك وتعمل لنا لايك، عايزين نوصل الفيديو ده لفترة كبيرة جدا من الناس، كل الناس تشوفه، شير على قد ما تقدر، لايك واشتراك وصلى على الزين. وانا حابب انهي لحد هنا علشان انا صوتي وجعني وزوري وجعني وكل حاجة وجعتني. يلا، سلام عليكم.